في عام 1961 فقد المغرب ملكه محمد الخامس. جلست الأمة في جو من الحزن والحداد. تولى الأمير الحسن العرش وهو في 32. رغم سنه الصغير بدا حازما وملكيا. ألقى خطابه الأول بكل شجاعة وثقة. أعلن فيه: سأقود المغرب نحو القوة والاستقرار. كانت كلماته ملهمة للشعب المغربي. واجه تحديات كبيرة في بداية عهده، لكنه كان مصمما على تحقيق التقدم. ركز على تطوير الاقتصاد وإصلاح النظام التعليمي. كان يسعى لتعزيز مكانة المغرب عالميا. أقام علاقات دبلوماسية مع العديد من الدول. قاد البلاد نحو الاستقلال الكامل. حقق العديد من الإنجازات في فترة حكمه. تذكره الشعب كرمز للوحدة والقوة. كان عهده بداية لتحول وانفتاح المغرب.